وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي. مرحبا بالجميع. أنا ننتظر بارطاج والتكبيس هاد الحليليف هو اللي كيتخاطفوا عليه المغاربة دابا، كل مرة كيديه واحد، وملي كيديه شي واحد تتلقى عليه ملامح الفرحة والسرور. شوف وجه الصبي كيفاش دايرة. ولكن بعض الخطرات الحليليف تيكون في الحظيرة ديالو، وتيكون واحد من عندنا تيقريه، تيحاول يقنع الحلوف بأن هناك تاريخ وهناك حضارة، ولكن الحلوف تيبقى حلوف. أيوة 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 أيوة. تحية الإخوان جميعا، تحياتي حفيد العهد العز والنصر لك والجميع الإخوان، لا المكبسين ولا المشيرين ولا المحبين، غينا غلان أينما كانوا وأينما حلوا وأينما ارتحلوا. تبارك الله على السمر، تبارك الله عليك. نعم سيدي، تحياتي. حليلي في زوين، نعم. تحياتي الأخ أبرنوس، دائما في إطار الحليليف الذي يتداوله المغاربة من غرفة إلى غرفة ومن منصة إلى منصة، وكتكون عليهم واحد الفرحة والسرور وكأنهم حققوا إنجاز. ولكن هو في الحقيقة كيكون إنجاز أنك عندما تدجن حلوف بري، وخصوصا الحلوف اللي كيعيش في المناطق الجبلية، فالحلوف الذي يعيش في المناطق الجبلية كيكون شرس، كيكون حلوف بما في الكلمة من معنى. ولكن عندما يدجن هذا الحلوف في شمال إفريقيا ويصبح هو كيكون بري في الأول، بمعنى ما يمكنش أنه يجي لشي بلاصة أو شيء من هذا القبيل إلى أنه يصبح في متناول المنصات، بمعنى آخر في متناول بعض الحظيرات. يعني كل حظيرة تحضره ليؤنس وحشتها وليجلب، مثلا يجيب أكبر عدد مثلا من المتفرجين أو أكبر عدد من الزوار، لأن حديقة الحيوان باش كتكون متميزة، مثلا كيكون فيها الأسد، تكون فيها الزرافة، تكون فيها يعني باش ما عندها أكبر عدد ديال الحيوانات، باش ما كيكونوا الزوار بزاف كيجيو يشوفوا الحيوانات. كذا هو مثال. هذا الحليلي فهذا أكرمكم الله عندما يحضره بعض رواد التيك توك الغير المعروفين، والله كيشعروا بواحد الفرحة وواحد السرور منقطع النظير، يعني تيشعروا بأنهم حققوا واحد الإنجاز. يا سلام. ولكن الغريب في الأمر هو هذا الحليلي هذا، ملي كيتلقى شي واحد مثلا تمشي لحديقة الحيوان وتلقى شي واحد جالس قدام شي حلوف وتيسرد ليه، تيقول ليه والله انه في سنه 1964 كان الخليج جميلا جدا، وبعد اكتشاف البترول وذاك الحليلي حتى هو جالس كيدير راسو تيتصنت، زعما تيستوعب الكلام، زعما جالس زعما ذاك الحلوف وكانه يعي ما يقول له ذلك الاستاذ. هنا الاشكاليه تختلف. هل الاستاذ على ثقه يعني في نفسه؟ واش هو راه حيت انا كنت من هذوك الاساتذه، ولكن هذا الحلوف كان ديك الساعه تيبان لي بنادم، قسما بالله راه دويو علينا وجيو علينا، كنت يتسحب لي واش. ولكن في الاخير اكتشفت ان الحلوف تيبقى حلوف، الحلوف تيبقى حلوف، ما عندك والو، ما عندك ما دير، واخا تشرح حتى لغدا قدام الله والو. ما كتكون جالس في شي قسم او جالس مثلا في شي قاعه او في شي محاضره، يعني تناقش وفي إلقاء أطروحتك أو نقاشك أو شيء من هذا القبيل، العينين ديالك يتجولون بين الناس، فتدرك من يتابع معك النقاش، وكتدرك اللي غا جالس، كتعرف كاين اللي غا جالس تمايا ما عنده علاقه لا مع داك الشيء اللي كتقول. المهم جابته القدره حضر لك في ذاك الدرس او في تلك المحاضره،
لا أقل ولا أكثر. نعم حفيد العهد، تضحك يا ضحك. ضحك، ما عرفتك ضحك معايا ولا ضحك عليا؟ ها حفيد العهد، واش معايا ولا عليا؟ عليهم. واخا ستي عليهم. خلينا في اطار الحليليف والمنافسه، يعني الشرسه على من يربح الحلو. واش فراسكم هذاك البرنامج اللي اكتسح يعني جميع القنوات العالميه ديال من يربح الحلو؟ حنا عندنا دابا برنامج ديال من يربح الحلو، برنامج جميل جدا، ولكن كنظن ان مؤخرا الحلوف قد يعني اصحاب الحظيره تداركوا بان الحلوف قد يتعرض ل يعني يقدر يتوضر، تقدر طرا ليه شي حاجه، لان كثروا عليه اليدين كما نقولوا حنا بالمثل المغربي ديالنا، يدي ويدك القبله تيتزاد الحرام يعور. خافوا على الحلوف لا يتعور. ف يعني تعطات تعليمات على اساس ان الحلوف يلتزم بحظيرته. الحلوف قال لك هو الخاسر، وراه الحلوف تيبقى غير حلوف. الحلوف فين عمرو كان رابح؟ راه خلق للخبث. علاش تخلق الحلوف اصلا؟ خلق ليستعملونه الناس لينظف الأشابة، وهي الأشابة ما يمكنش نقولوا الأشابة، لأن الأشابة تدخل فيما يخص الفيزياء والكيمياء، وفيما يخص الفيزياء على ما أظن. الأشابة لا يصح أن نقول الأشابة، قد نقول الزبالة مثلا. واحد الخطرة كنا في عيد الكبير هنا في ميريكان، وهذيك الفيرما كنمشيو ليها لأن مول الفيرما كان كيعطينا الحرية، ذبح لراسك شوط دير اللي عجبك. فحفر واحد الحفرة كبيرة وقال لنا المهم دوك المصاران ولا الكرشه ولا كاع داكشي اللي ما غاديش ولا البطاين ولا هذا لوحوه ليا في هاد الحفره هادي. فداكشي اللي درنا ملي سالينا قلنا ليه واش نعاونوك تردم هاد الحفره. وعليكم السلام البرقدار، تحياتي لك. قلنا ليه واش نعاونوك تردم ديك الحفره على اساس ان ما نمشيوش ونخليو السيد درنا له لي بيتيز تمايا. واعر هاد لي بيتيز عاوتاني بمعنى وسخنا ليه الدنيا. ما عرفتش كيفاش كتخرج ليا الفرونسي بعض الخطرات، والله ما عرفتش. المهم ما عليناش. لي بيتيز قالك لي بيتيز بغا يفهموها الناس شكل اخر عاوتاني، حيت لي بيتيز تقدر تفهمها ولكن لي بيتيز لا لا لا، هاد لي بيتيز خصها تحيد. يقدروا يفهموها يسجلوها عاوتاني ويقول لك ها ياسير قال لي بيتيز. المهم اللي ما بيتيزيش، اللي ما بيتيزش بحال هكا زعما، يعني البساله البساله كيفهموها هما بشكل اخر. ودياش من البساله وديها المجهول، خليني ساكت وصافي. المهم ما عليناش. فتبين لنا ان مول الفيرما اش غيدير لديك الحفره. اسمع يا تخيلوا اش غيدير لديك الحفره، شي واحد يكتب ليا اش غيدير مول الفيرما لديك الحفره. والله هادشي اللي كنقول لكم الا بالمعقول قسما بالله. اش غيدير لديك الحفره؟ يلا قولوا. قسما بالله الا غيطلق فيها الحلوف، والله ما كذبت، واطلق فيها يا خويا الحلوف وحنا كنشوفوا. يا ما كاين غير الله يعطيك الصحه. مسخوط الوالدين يعني يتلذذ بالخبائث ويتلذذ بالخبث. انقاها اطلق فيها جيش ديال الحلوم. شوف على الدين ديالنا الاسلامي ما شاء الله جميل جدا انه حرم علينا اكل الخنزير، ولكن
رغم أن الخنزير يعيش بيننا، يعني لا تبقى الخنزير راه كاين، راه يعيش معنا، ولكن حرم علينا ناكله. وشوف سبحان الله، حتى خلقته ينظر إلى الأرض ولا ينظر إلى السماء. إلا شفتي الخنزير كيفاش خلقه الله، ديما تيشوف في الأرض، ما تيشوفش في السماء، ما يهزش عينيه لفوق. هذه حكمة ربانية سبحان الله. إذا هو الموضوع ذو شقين، يعني فيه من يتناوبون عن الخنزير، وفيه من أراد أن يدرس الخنزير. واش تستطيع تدرس الخنزير صاحبي؟ لا يمكن، لا يمكن أن تدرس خنزيرا، ولا يمكن أن تقنع، كما يقولوا تقنع الحمار بسكين جبير أنه راه حطوه ليه سكين جبير نفر فيه، ولا عطاوه ورده وكلاها كما تنقولوا. هكذا أنجاس الأرض، فهم أنجاس الأرض بما تحمل الكلمة من معنى. وشوف كتكون عنده كمارة قاصحة، يعني هو يخرج الكمارة. وحتى بعض من يتعاملون معه ويصرون على التعامل معه، فاليوم لم أعد أعرف واش هاد الناس الذين يصرون على تدريس الخنزير وعلى معاقرة الخنزير وعلى مجالسة الخنزير على أساس أنه حيوان أليف وحيوان قد ممكن أن تتعامل معه ويقلع عن الخبث والخبائث، هذا ما يمكنش. واش تقدر تقنع خنزير أنه ما يأكلش الخبث، أنه ما يمشيش مع الخبائث؟ أنه لا يمكن. ولكن كما يقولون وافق شن طبق، لا أقل ولا أكثر. كتلقى الحلوف والحليليف، حلوف حليليفة، وكتجمع ديك الأسرة الحلوفية وتخلق لنا ما يسمى بمنصة الحلاليف، لا أقل ولا أكثر. شنو قال هذا؟ يوسف السباعي. هاتي تشاكيني تتشا، يصير شرحها بالشلحة. سمعتيني؟ الحظيرة الحلوفية. ولكن نرجعوا إلى نخرجوا من الاستعارة أو من كلام الاستعارة إلى كلام على البلاط. أن من قال للمغاربة اللهم اجعلها سم في بطونكم، اللهم اجعلها اللهم اجعلها اللهم اجعلها سم زال فيهم من يحاضر سما. نعم سما، زيد سيدي سما. قال سما، صححتي لنا ماشي مشكل. سما في بطونكم. يا ودي خليهم يسينيالي، واللي يسينيالا راه غيدور لي من ماشي مشكل، ما عنديش مشكل انا في هذا اللايف هذا والله. لا، لانني اعرف انني داير اللايف في واحد الوقيته متعمد ان يكون اللايف في هذه الفتره وفي هذه الوقيته بالضبط، يعني وعادي عندي جدا، يعني ما عنديش المشكل. انا اتعمد ان يكون اللايف في هذه الفتره تكون فيه 600 تكون فيه 700، لانه لايف مديور تزامنا مع لايف ديال اسعد الشرعي او اسعد الشوارعي، وانا اتعمد هذا لانه موضوعي هو اسعد الشوارعي ومحتواي الان هو اسعد الشوارعي. فاللي بغى يبقى مرحبا، اللي بغى يمشي اللايف الاخر ما عندناش المشكل، عادي جدا. هل نستطيع ان نعامل اسعد الشوارعي بالنقيض، بمعنى كما كبرنا به ردوه للحجم الحقيقي؟ هذا هو السؤال. وكنقولوا على البلاط، نقولوا هكا نحن معك الان، كما رحبنا بك وكما لبسناك الجلابه نقلعوا لك الجلابه، وكما لبسناك السروال القندريسي نقلعوه لك هذا هو، وكما لبسناك البلغه نقلعوا لك البلغه، عادي جدا، ونقلبوا لك البلغه.
ولا قلبنا لك البلغة مشكلة، وستقلب في القريب العاجل إن شاء الله. سير قلب عليها فيما هو مأثور في المغاربة ماذا يعني قلب البلغاء أو قلب البلغاء. عادي عادي جدا. فنرجعوا ونقولوا بأن من اللي قال لكم الله يجعلها سم في بطونكم، كيفاش زعما يشرحوها لنا بعض الناس، كيفاش زعما معناش لا عنا بها حاجة أخرى. ما دعاش لكم في ملك البلاد، ما قالهاش دابا. هذا هو التساؤل، هذا هو التساؤل. او كاين اللي عنده جينات البرك، جينات البط، ونفتخر بفلان ونفتخر بفلانه ونفتخر، هذا راه خرج لها نيشان. قال لكم بعد الصحراويين انا اقيم عليهم الحجه فين ما كان شي صحراوي نيت صحراوي تقام عليه الحجه في هذا الرجل الذي قال لكم اقتلوا ما شئتم من أبناء غزة، يكفي أن تعترف لكم إسرائيل بالصحراء. ومازال سمعناهم راهم يعنقوا فيه وراهم يرحبوا به، ولكن الأمور بخواتمها، لأن حتى صحراوة ملي دابا غادي يبدا يتبين لهم الحقيقة ديال هذا المخلوق، غادي نشوفوا المستقبل القريب انه واش باقي غادي يجي يتعنطز علينا ولا لا. انا ماشي ضد انه يجي للمغرب، بالعكس انا مع ان ياتي الى المغرب ونشوفوا السيحه بودرباله في المغرب وجايه في القريب العاجل. المغرب ديالو والسماء ديالو قسما بالله الا دخلتي بالنيه تسحرك، ولا دخلتي بلا نيه تسحرك بجوج.